في أسماء قليلة بالتاريخ مجرد سماعها بيثير شعور بالرعب والدهشة، ويمكن أهم هذه الأسماء هو كاليجولا، إمبراطور حكم روما أقل من 4 سنين بس، لكن ذكراه فضلت عايشة لقرون طويلة كنموذج مثالي للطاغية المجنون. بس وراء الصورة المرعبة في قصة تانية خالص، قصة عن كيف بتنصنع الأساطير. طيب شو بتقول الأسطورة عنه؟ بتقول إنه كان ناوي يعين حصانه قنصل، وإنه كان على علاقات محرمة مع أخواته، ويقال إنه بنى جسر ضخم من القوارب عشان بس يعبر خليج، وفوق كل هذا طلب من الناس يعبدوه كإله حي، وتمنى كمان لو إنه كل الشعب الروماني عندهم رقبة واحدة عشان يقطعها. صراحة قائمة اتهامات أغرب من الخيال، فهل يا ترى ممكن تكون حقيقية؟ صورة الطاغية المجنون واضحة جدا، لكن ماذا لو إن هذا كله مو تاريخ حقيقي، بل أسطورة صنعت بحرفية عالية؟ وهذا هو السؤال اللي رح يقودنا في رحلتنا اليوم. هل كان كاليجولا وحش فعلا، ولا كان ضحية لأكبر حملة تشويه سمعة في التاريخ؟ عشان نفهم الأسطورة لازم أول شيء نفهم مين كتبها. المصدر الأساسي اللي نعرفه عن حياة كاليجولا بيجي من المؤرخ الروماني سويتونيوس، اللي كتب سيرته بعد عشرات السنين من مقتل الإمبراطور. وهذا البعد الزمني مهم جدا، لأنه بيعطي مساحة مش بس لسرد الأحداث، لكن لصياغة رواية لها هدف معين. وعشان نفهم سويتونيوس لازم نفهم فكرة الأسطورة التاريخية. هذه عبارة عن قصة فقدت طابعها الخيالي تماماً وتنكرت بزي التاريخ. هدفها ما كانش بس نقل الحقائق، لا، هدفها كان تقديم عظة أو درس أخلاقي. وهنا بالضبط الفرق الجوهري بين كتابة التاريخ عند الرومان وكتابته اليوم. المؤرخين الرومان ما كانوش مجرد ناس بتنقل الأحداث، كانوا معلمين أخلاق. هدفهم كان استخدام الماضي عشان يعطوا درس عن الفضيلة أو عن الرذيلة، وهذا الشيء بيغير كل الطريقة اللي لازم نقرأ فيها كتاباتهم. طيب، خلينا نشوف كيف تبنيت هذه الأسطورة خطوة بخطوة، ونبدأ بالدليل الأول: جريمة الغطرسة. جسر القوارب المذهل اللي بناه كاليجولا. المؤرخ ديون كاسيوس وصف المشهد بكلمات درامية قوية، قال: لقد أراد أن يجعل الليل نهاراً والبحر أرضاً. هذا مو مجرد وصف، هذا اتهام مباشر بالغطرسة، اتهام بتحدي الآلهة نفسها ونظام الكون. سويتونيوس بيعطينا 3 أسباب لبناء الجسر، وكل سبب منهم هو بالحقيقة أداة بلاغية ذكية. إنه ينافس الملك الفارسي زرسكسس، هذا بيحطه في قالب الطاغية الشرقي. عشان يبهر أعدائه، هذا اتهام كلاسيكي بالكبرياء الزائد. عشان يتحدى نبوءة، هذا بيصوره كشخص بيتحدى الآلهة. النقطة المهمة هي إنه سويتونيوس ما كان بيوصف الحدث بس، كان بيفسره أخلاقياً. الآن ننتقل للدليل الثاني، وهو بيوضح كيف تم تجريد كاليجولا من إنسانيته بشكل ممنهج. سويتونيوس والمؤرخين التانيين استخدموا عملية من 3 خطوات عشان يحولوا الإمبراطور لشيء اسمه المونسترم، يعني وحش خارج عن المجتمع البشري. أولاً، اتهامه بأفعال محرمة زي سفاح القربة عشان يظهروا انهيار كل نظام اجتماعي. ثانياً، مقارنته بالحيوانات مثل المعز الشبق أو الأفعى السامة. والنتيجة النهائية: وحش وليس إنسان، ما يستحق إلا أنه يتم تدميره. وعشان يوضح كيف انزرعت هذه الفكرة، سيتونيوس بيذكر أن الإمبراطور تايبيريوس نفسه وصف كاليجولا بأنه أفعى تربى من أجل الشعب الروماني. سواء هالمقولة حقيقية أو لا، تأثيرها كان مدمر، لأنها رسخت صورة الوحش في عقول الناس. الدليل الثالث هو يمكن الأقوى والأكثر بقاء في الذاكرة، الكلمات اللي نسبت لكاليجولا نفسه. يكرهوني طالما أنهم يخافونني. هذه العبارة هي خلاصة فلسفة الطغيان، قصيرة، حادة، ومستحيل أحد ينساها. أتمنى لو أن للشعب الروماني رقبة واحدة. هذه الجملة مو بس تعبير عن القسوة، هي تكثيف لصورة الطاغية المطلق في كم كلمة. هاتان العبارتان وحدهما شكلتا جزء كبير جدا من تصورنا عن كاليجولا. في مصطلح لغوي لهذه التقنية، وهو صياغة العبارات الخالدة، يعني عملية صياغة جملة قوية سهلة الحفظ وممكن تنفصل عن سياقها الأصلي بسهولة. هذه العبارات مصممة عشان تكون سريعة الانتشار، عشان تحدد شخصية كاملة بكم كلمة مؤثرة. وستنتونيوس كان أستاذ في خلق هذه المقتطفات الصوتية التاريخية. حسناً، بعد ما استعرضنا كل الأدلة، شو هو الحكم النهائي في قضية كاليجولا؟ هل هو تاريخ أم أسطورة؟ الخلاصة إن أسطورة كاليجولا المجنون ما انبنت بالضرورة على أكاذيب صريحة،
لكن على بناء أدبي وبلاغي قوي جدا. سوتونيوس ما اخترع الأحداث من العدم، لكنه قام بتأطيرها وتفسيرها وتقديمها بطريقة تخدم هدف أخلاقي محدد كان في باله. هذه كانت مجموعة أدوات سويتونيوس لصناعة الأسطورة: استخدام قالب الطاغية الشرقي، تحويله إلى وحش عن طريق اتهامات أخلاقية ومقارنات حيوانية، صياغة عبارات خالدة تلخص الشر، والأهم تقديم الشائعات مثل قصة الحصان كأنها حقائق شبه مؤكدة. وهذا بتركنا مع سؤال أعمق: إذا كان أكبر الأشرار في التاريخ هم ولو جزئياً شخصيات أدبية، فمين هو الكاتب الحقيقي؟ وشو هي القصة اللي كان بيحاول يرويها؟ قصة كاليغولا بتعلمنا شيء مهم جداً: التاريخ مو بس اللي صار، لكنه كمان فن رواية اللي صار.